عرقلة كانت واضحة من الخلف، أو الاعتراض كان واضح من الخلف. صفندي عيسى مندي مع توغاي رجعوا نزلوا لتحت عناصر منتخب تنزانيا. وصلت لرايان ايت نوري، شيبي استلمها، رايان طلبها، وصلت رايان، دخل رايان ايت نوري، رايان يلعبها ممتازة، كرة خطيرة، قادري العرضية والكرة في الركنية الجزائري. حراسة المرمى بكاري مع باكا وديكسون جوب، ثلاثي وسط الارتكاز في الدفاع على الرواقين. نوفاتيوس في الجهة اليسرى، يمنى 19 سنة يلعب لأول مرة مع منتخب بلاده، ودونيس كيبو رقم 83 مع منتخب الجزائر. رايان ايت نوري على الجهة اليسرى، رايان يلعبها بينية ويطلبها ويستلمها ويلعب ويدخل. شيبي يدخل على الجهة اليسرى، كرة خطيرة، الشيبي لاعبي رواقين أيضا يتمتعان بالمهارات والفنيات التي تسمح لهما مباراة له مع المنتخب الجزائري، 20 سنة في عمره. توغاي ايت نوري في المراوغة، هايلة منه ايت. زرقان لعناصر منتخب تنزانيا في منطقتهم، يعني غالقين شوية المنافذ، ما فيش مساحات بالنسبة للجزائريين. لقطة كانت رائعة من رايان ايت نوري، يرسلها بعيدة بيسرى للأمام، حذرية كيتون من هنالك من كيبو عيسى مندي تغطية هنا، أو من توغاي عفوا، يغطي في عيسى توغاي بشكل رائع جدا. هذه أيضا رائعة، مراوغة هنا من أمام حماد عبد اللي لاعب. الجماهير الجزائرية غريبة وعجيبة ورائعة وجميلة، تصرفاتها وتشجيعاتها. ايت نوري وفارس، ايت نوري محاولة احتفظ بالكرة، فارس شيبي استلمها على القائم الثاني. ترجع له مرة ثانية أبو عناني، يستلم الكرة، يرجع لجيتون والتوزيعة الراسية، والرجل مرة ثانية الراسية، الكرة من توغاي خارج الجزائر. كرة اللاعبين قدوات، هنا الشيبي مع حماد عبد اللي، ثم الشيبي يسدد على طول. إذا كان بين قوسين ضحية ذلك الجيل صراحة، من أجل ضمان مشاركة التي ستلعب نهائيات كأس أفريقيا بهذه التركيبة، ممكن بعضهم لكن مش كلهم. الراسية رائعة من بوعناني، ورائعة الراسية هنا. المحيوس هو اللي ضرب الكرة. الدين بوعناني تمريراته بالمليمتر كم كانت رائعة هنا، والرأسية مرت سلامات ببضعة سنتيمترات على المرمى الحارس دافيد بينو. كاد يأتي الجول الأول لصالح المنتخب الجزائري. رايان ايت نوري وللمنتخب الجزائري، مهاراته واضحة رايان، زي نكتشفوا في